واخيرا وبعد طول انتظار بستعد علشان اتفرج على فيلم سجين معاكم، وقصدت ان انا اصور لكم وانا بقفل النور علشان استعد للتفريج على الفيلم. هي دي الطقوس بتاعتي، بحب الدنيا تبقى ضلمه واكون انا والفيلم الرعب اللي انا بتفرج عليه. وهنا طبعا عملت سيرش عن الفيلم وجبته بأعجوبة، الحمد لله لقيت موقع منزله كامل متكامل وجبته، لاني اغلب اللي موجود للاسف الشديد مش الاصلي ومش الحقيقي وبيضحكوا بيهم عليكم، بس الحمد لله ربنا وفقني وجبته. هنا قعدت بقى وركزت وقلت يلا بقى علشان اسمع واتفرج واشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. تفتكروا ايه اللي هيحصل وانا بتفرج على الفيلم؟ ركزوا وشوفوا ايه اللي هيحصل. اخيرا وبعد طول انتظار اتفرجت على فيلم سجين. الدنيا كلها قامت وقعدت عليه، وشيوخنا الافاضل طلعوا بفيديوهات علينا وحرموا وحذروا اي حد هيتفرج على الفيلم هيتأذي وهيسيبه سحر العين مش هيعرف يتشفي منه. وهنا كان لازم اتدخل، ومذيعة العفاريت تتفرج على الفيلم وتعرف ايه حكايته وايه اللي بيحصل فيه، وهل فعلا في طلاسم حقيقية زي ما بيقولوا ولا. عموما قبل ما ادخل لكم في احداث الفيلم واقول لكم على التوابع اللي حصلت اثناء ما انا كنت بشاهد الفيلم وبعديه، حابه احكي لكم الحكايه سريعا، لان كل اللي طلعوا عليكم بالفيديوهات ما شافوش الفيلم واخدوا بالسبعه، لكن انا هنا هحكي لكم الحكايه سريعا. هما فعلا قصه لاتنين ولاد عمه، واحد منهم من الطرفين كان متجوز وعنده بنت كفيفه، والطرف التاني هي بنت عمته اللي بتحبه جدا جدا، وحصل ما بينهم علاقه، والعلاقه دي ادت انها تبقى حامل، ومع ذلك هو كان بيعتبر انها نزوه وعدت ومش معترف اصلا بالعلاقه دي، وانها غلط. حاولت تترجاه وعشمانه ان العلاقه دي ترجع تاني لانها كانت بتحبه جدا جدا، وحاولت تترجاه انه يرجع لها، ولكن هو رفض وابى، وحسسها ان قد ايه ان هو مش مئز من الموضوع دوت، لحد ما قالت له ان هي بالفعل حامل ولازم ان هو يصلح غلطته معاها ولازم يكون معاها اكتر من كده. زقها وعنفها، بل بالعكس كمان سقطت. وفي الاثناء قبل ما تسقط او تعرفوا انها حامل حاولت تروح لساحر من السحرة، ولكن لقت التكلفه ماديا عاليه عليها جدا، وابتدى يطلب منها حاجات هي مش هتقدر تعملها، وتراجعت عن الفكره. ولما راحت واعترفت له ان هي حامل وانها محتاجاه يكون جنبها عنفها جدا وزقها، والبنت سقطت ودخلت المستشفى وكانت لوحدها. وبعد ما خرجت حاولت تتواصل معاه، ولكن بالعكس اهانها اكتر واكتر وبعدها بكل الطرق عنه، ما بقاش يرد عليها بالاهانه. ومن البنت اول ما خرجت من المستشفى حست بروح الانتقام، وحست ان المفروض ان هي لازم تفرق ما بينه وما بين زوجته، ولازم تسقر من اللي هو عمله فيها. وخدت هنا ساعتها قررت انها تلم كل الذهب بتاعها وذهب اختها ومامتها وتروح للساحر ده علشان تنتقم منه وتخلي مراته تبعد عنه او تموت ويرجع لها راكع ذليل. وبالفعل البنت راحت للساحر وابتدى هنا يقيدها ويتفق معاها، وقال لها ان هي هتكون تحت امره في اي حاجه. هل انت مستعديه تضحي اي حاجه للروح اللي هتخلي الشخص ده ننتقم منه ويجيلك ذليل ومراته دي تفنى؟ ساعتها ما ترددتش اللحظه وقالت له انا موافقه للتضحيه باي حاجه بس انتقم منه ويجيلي، علشان انا مش عايزه مراته تكون مكانها، انا عايزه انا اللي اكون مكانها ولازم ما انتقم منه. وبالفعل طلب منها بعض الطلبات، وخليكم فاكرين ان هو قال لها مستعديه تضحي باي حاجه، وبالفعل البنت ضحت وراحت علشان تاخد المطلوب. راحت البيت وهو مش موجود لانها كانت على علاقه صداقه وان هي المفروض انها قريبته، فمراته عادي بترحب بيها، وعمتها كانت طريحه الفراش واللي بتخدم عليها هي زوجة ابن عمها اللي هي بتحبه. وبالفعل دخلت الحمام واخدت شعر البنت واخدت المفروض من الزباله، للاسف الشديد العذر الشهري اللي بيجي للمراه لقيته في الزباله واخدته، يعني دم حار، واخدته وودته للساحر، وما كانتش تعرف الحفاضات ديت خاصه بمين اللي كانت في الزباله. ومن هنا الساحر ابتدى يشتغل، واول ما الساحر ابتدى يشتغل زي ما كلكم سمعتوا الدنيا كلها اتقلبت. وكانت التضحيه الاولى كانت ابن عمها اللي هي عمتها، موتت نفسها، وبعد كده مرات الشخص اللي هي بتحبه ابتدت حياتها كلها تتدمر، وابتدت انها يجيلها جنان، وابتدت انها تعمل تصرفات مش كويسة. تاني ضحية كانت البنت اللي راحت عملت السحر ده، وتالت ضحية كانت اختها وبالفعل موتت نفسها، ورابع ضحية كانت الزوجة اللي هي زوجة ابن عمها اللي هي بتحبه كانت عاوزاه. كل دول ماتوا فدا للسحر، لانها قالت ايه؟ انا مستعدية اضحي باي حاجة في سبيل ان يتم الانتقام منه
ويرجع لها. ما كانتش تعرف ايه اللي بيجرى، هي المفروض انها رايحة للسحر علشان واحد بس، ان مراته هي اللي تبعد عنه وهي تحل محل مراته، وما كانتش تعرف ان الروح الشريرة ديت او الحفاضة اللي خدتها من الزبالة كانت دم للبنت الصغيرة اللي هي الكفيفة. ومن هنا الدنيا كلها اختلفت، والروح الشريرة تملكت البنت، والبنت هي اللي عملت فيهم كل ده، والأحداث ابتدت تتوالى. اللي أنا عايزة أقوله لكم بقى بعد ما حكيت لكم الحكاية الأكبر كارثة واللي محدش اتكلم عليه حقيقي. الفيلم ده من أكتر الأفلام اللي جابت طريقة السحر الحقيقية، اللي هي مثلا الاستعانة ببعض الحيوانات زي الطور اللي كان موجود، واستخدام الراس والقلب وبعض أعضاء الحيوان دوت، وإن هو يدفنه ويبتدي يستخدم الأعضاء ديت علشان يثير الروح الشريرة كقربان علشان يجيبها وتتحكم في كل اللي هم عايزينه. ده كله حقيقي. الطرق هيها طرق السحر الأسود. أما عن الطلاسم فلا، لا وألف أيوة لا. يعني الطريقة نفس الطرق ونفس الاستعانة والأجواء حقيقي، حقيقة السحرة بالفعل، وكل اللي تم حقيقي، ولكن الطلاسم ما كانتش حقيقية خالص، وكل اللي اتقال مليوش أي علاقة بالحقيقة خالص. لو تفتكروا أنا قلت لكم قبل كده إن أي تحضير أو طلاسم إذا كانت بتصور فالكاميرات مش هتشتغل. وارجعوا لحكاية الكبريت الأحمر، اللي ما سمعش حكاية الكبريت الأحمر يكتبها لي في الكومنتات وأنا هحكيها لكم. لكن لحد هنا الفيلم كان ماشي زي الفل وكله تمام. الكارثة مش في الطلاسم زي ما أنا كنت متوقعة وزي ما أنا كنت متأكدة إن مفيش طلاسم حقيقية في الفيلم، وإن دي كلها بروباجندا لصناع العمل علشان الفيلم يطرقع ويوصل لأكبر عدد من المشاهدين في الوطن والعالم كله. والحقيقة هم نجحوا. الكارثة هنا أكبر بكتير جدا من إن طلاسم تقال وما كانش حد غلب ساعتها. لو كان في طلاسم كان إبليس سهل علينا الأمر وسحر للأمة محمد كلها علشان كلنا نروح النار. ولكن الموضوع أكبر من الطلاسم بكتير جدا، وهو إن السحر اللي اتعمل في الفيلم أو القصة أو الستوري بتاعت الفيلم كلها مبنية على إن السحر ده بيتم علاجه من قبل الشيوخ المسلمين، وإن هم مهما قالوا قرآن كريم فالروح الشريرة دي للأسف الشديد كانت أقوى منهم. من أول الفيلم لآخره كل ما كانوا بيقروا قرآن مفيش أي قرآن بيأثر في الروح دي. وهنا الهدف والكارثة اللي كنت بتمنى من كل قلبي إن كل الشيوخ تسمع الفيلم وتعرف الهدف الحقيقي اللي ورا الفيلم. الفيلم ما فيهوش طلاسم، وأي حد هيتفرج عليه مش هيحصل له حاجة على مسؤوليتي الشخصية، ولكن الهدف والرسالة إن القرآن الكريم وكتاب الله مش هيأثر في شياطين الجان. ودي كارثة في حد ذاتها وترويج غريب وراه حاجة أكبر بكتير من إن هو مجرد فيلم رعب. خلي بالكم من الترويج إن القرآن الكريم ما بيأثرش في السحر الأسود أو الناس المسحورة أو الممسوسة أو الملبوسة. غالبا هو ده هدف الفيلم. القرآن الكريم هو أكتر حاجة بتأذي ملوك الجان السفليين وشياطين الجن وعلى مسؤوليتي الشخصية. أما الفيلم بيمحي كل ده، لا في تعاويذ ولا طلاسم هتأثر فيك ولا سحر كل اللي يشوفه هيسحر. الكلام ده فاضي. ما كانش إبليس غلب لو احنا كلنا اتسحرنا عن طريق شاشة. كانت الدنيا كلها سحرت للدنيا كلها وما بقاش فيه بشرية. فوقوا وعقلوا الكلام قبل ما ترددوه وتقولوه. هنا الهدف للفيلم إن القرآن الكريم ما بيأثرش في الشياطين السفلية ولا في أي سحر، وإن في أرواح شريرة أكبر من القوة والعقيدة والإيمان. خلي بالكم من تشكيك العقيدة بتاعت كل إنسان والتشكيك في الألوهية، وإن ربك ممكن يخلصك من أي روح شريرة من الكائنات السفلية. ده مختصر الفيلم. لو عايزين تعرفوا ايه قصة الكبريت الأحمر المسلسل المصري اللي حصل بحقه حقيقي هتكتبولي في الكومنتات. على ضمانتي ومسؤوليتي الشخصية. الفيلم مش هيزيك في أي حاجة إلا إنه بيبث فيك إن القرآن مش هيأثر، وده مش حقيقي. القرآن الكريم خير شفاء وخير طرد لأي روح سفلية.